السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح الستيت باترن. وخلينا قبل ما نعرف ايه هو الستيت باترن وامتى نستخدم الستيت باترن وايه اللي بيقدمه لنا الستيت باترن، خلينا نشوف الابلكيشن اللي معانا او الحالة اللي معانا دلوقتي عشان خاطر نقدر نلمس المشكلة اللي موجودة، عشان بعد كده اما نستخدم الستيت باترن نعرف هي فادتنا في ايه وايه المميزات بتاعتنا وايه المشكله اللي حلتها. طب فخلينا نشوف اول حاجه اللي هو البيفور ستيت باترن. اول حاجه انا عندي دوكيمنت ورك فلو ستيتس. الدوكيمنت ورك فلو ستيت ده انا مثلا وليكن انا عندي ارتكل مثلا مقاله ان انا بنشرها عباره عن دوكيمنت، فالارتكل دي او المقاله دي عشان خاطر ان انا اقدر انشرها او اعملها اخليها ببلشد بتمر عندي بعده مراحل عشان خاطر توصل في الاخر لعمليه النشر وتكون تم النشر للمقاله دي. فانا عندي على اليمين هنا اول حاجه المقاله بتكون عندي درافت، اللي هو بيكون الشخص بيكتب المقاله او بيرفع الدوكيمنت بتاع المقاله نفسها. بعد كده بعد ما بتكون درافت بقدر ان انا اعمل لها سبميت، ان انا خلاص رفعت المقاله بتاعتي او انشات المقاله بتاعتي. بعد كده بعد ما بعمل سبميت بتروح لحاله اسمها اندر ريفيو، بتتراجع المقاله دي، وبعد كده اقدر اللي هو المراجع نفسه يقدر يخليها ببلش ويقدر يخليها تم النشر. طيب تمام جدا. وانا عندي برضو بعض الحالات الثانيه اللي هي اندر ريفيو. الاندر ريفيو دي ممكن انا عندي حالتين في الاندر ريفيو، ممكن ان المراجع نفسه يقدر يخليها نيدز ريفيجن، ان هو يرجعها تاني للي هيرفع المقاله ده، للشخص اللي يرفع المقاله يقدر يرجعها له تاني يخليه يعمل ريفيجن عليها ويعدل بعض الحاجات عشان خاطر يقدر يعمل لها سبميت تاني. او الحاجه الثانيه ان هو بيعمل ريجكت يخليها ريجكتد فاينل، ان هي يخلي الحاله بتاعتها ريجكتد خالص مش هتتراجع، لا دي المقاله دي مرفوضه بالنسبه لنا، ما بتتمشاش مع السياسات بتاعتنا فهنرفضها. تمام لحد هنا كده الامور تمام. انا عملت بعض الحالات، رفعت الدوكيمنت، ممكن تمشي في المسار الطبيعي ان هي تبقى اندر ريفيو، بعد الاندر ريفيو ممكن تبقى ببلشد. والحاله الثانيه ان انا في اندر ريفيو عندي حاجتين ممكن اعملهم، ممكن اخليها ترجع تاني للنشر المقاله او ممكن اعمل لها ريجكتد بشكل كامل. طيب ممتاز جدا. فانا جيت كل اللي انا عملته، عملت كلاس هنا اسمه دوكيمنت، خليت عندي الستيت اللي هي الاساسيه الديفولت عندي اللي هو الدرافت، وجيت قلت له هنا اول حاجه عندي ان انا ممكن اعمل اديت على الدرافت. انا رفعت الوثيقه او كتبتها، وبعد ما كتبتها فضلت الدرافت عندي لسه ما عملتش سبميت ولا اي حاجه. فانا اقدر في الحاله دي الاول ان انا اعمل اديت، فهاجي اقول له والله لو الستيت عندي درافت او نيد ريفيجن، اللي هي قلنا بنرجعها من الاندر ريفيو او من المراجع ترجع، يبقى انا عندي حالتين ان انا اقدر اعمل فيهم اديت. لو انا اول مره بعملها درافت ممكن اعدل عليها قبل ما ابعتها، او اما ترجع لي من المراجع نفسه اللي راجع المقاله يقدر ان هو يعمل عليها اديت. فجه هنا قال لي editing ذا دوكيمنت. طيب ممتاز جدا. جه بعد كده قال لي else if ان الستيب بتاعتي اندر ريفيو، لو انا في الاندر ريفيو وجيت اعمل اديت على الدوكيمنت اللي موجود عندي هيقول لي يو كانت اديت وايل اندر ريفيو، ما تقدرش ان انت تعمل اديت وهي الحاله بتاعتها اندر ريفيو. طيب جيت بعد كده قلت له else if لو الستيت عندي ببلشد، لو هي تم نشرها ما اقدرش ان انا برضو اعدل عليها. طب لو الستيت عندي ريجكتد برضو ما اقدرش ان انا اعدل عليها. فانا الحالات دي كلها في كل حاله من الحالات اللي موجوده عندي انا باجي اشوف انا المفروض اقدر اعمل ايه في الحاله اللي موجوده عندي دي وما اقدرش اعمل ايه. فجيت هنا بعد كده في السبميت، ايه اللي انا اقدر اعمله في السبميت؟ اللي انا اقدر اعمله في السبميت لو الحاله عندي درافت ممكن اخليها اوديها الاندر ريفيو، انا خلاص رفعتها، بعد ما رفعتها خلاص بقى ادوس سبميت ببعتها للمراجع عشان خاطر يقدر يرجعها. طيب الحاله الثانيه اللي انا اقدر اعمل فيها سبميت ايه؟ ان تكون عندي نيدز ريفيجن، ان هي رجعت لي من المراجع بعدل عليها وبرده بدوس سبميت واوديها تاني لاندر ريفيو. طب الحالات الثانيه لو هي اندر ريفيو او ببلشد او ريجكتد ما اقدرش ان انا اعمل عليها اي اكشن، فباجي اروح برضو اعمل else if لكل الحالات اللي موجوده عندي دي. فتخيل انا عندي الاديت، جيت بعد كده عندي السبميت، جه بعد كده عندي الببلش. الببلش نفس النظام، لو هي اندر ريفيو وخلاص اترجعت ممكن اوديها الببلش وخلاص يبقى تم النشر. طيب بعد كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا برضو اتشيك على كل ستيت منهم واقول له else if لو الستيت عندي بتساوي درافت قول لي كان نوت ببلش دايركتلي فروم درافت، ما اقدرش ان انا اخليها من درافت لببلش على طول، لا ده هي لازم بتمر الحاجات ان انا اخليها اندر ريفيو، بعد اندر ريفيو المفروض تبقى ببلش، ما ينفعش ان انا اوديها بشكل مباشر. فبرضه بعمل اف ايلس لبعض الحالات الثانيه، فالكود بدا يكبر عندي جدا. جيت في الريجكت هنا قلت له اف لو عندي هي اندر ريفيو، لو اندر ريفيو دي الحاله الوحيده اللي انا اقدر اعمل ريجكت فيها، فجيت قلت له لو انت ريجكت هتختار عندي حاجتين، يا اما فاينل ريجكت يا اما نيدز ريفيجن، ان انا اخليها ترجع تاني يعدل عليها يا اما اخليها خلاص هي ريجكتد. طيب ممتاز جدا. لو انا اخترت واحد هيقول لي ان هو ده الفاينل ريجكت، لو اتنين هيقول لي ان هو رجعه تاني عشان خاطر يعدل عليه. غير كده
هيجي هنا لو هي درافت ما ينفعش ان انا اعمل لها ريجكت، لو هي نيدز ريفيجن ما ينفعش برضو ان انا اعمل لها ريجكت، فبرضو حطيت الاف والالس بتاعتي على كل الحالات اللي موجوده عندي. طيب ممتاز جدا. الكلاس بقى بتاع الدوكيمنت عندي بقى كبير جدا، وبقى الحالات فيه كتير، والاف والالس اللي موجوده فيه كتير جدا على الحالات اللي موجوده عندي. فجي بعد كده البيزنس طلب مني ان انا اضيف حاله اسمها اكسباير. الحاله الاكسباير دي المفروض ان انا في حالتين بس اقدر من خلالهم اخلي الدوكيمنت او المقاله اللي عندي اكسبايرد خلاص، ان هي تكون في الاندر ريفيو وان هي تكون في النيدز ريفيجن. في الحالتين دول ممكن اخليها اكسبايرد وما اقدرش ان انا اعدل عليها بعد كده. فانا جيت هنا قلت له اف لو الستيت عندي اندر ريفيو او نيدز ممكن اخلي الستيت عندي اكسبايرد عادي، ويجي هنا يقول لي ذا دوكيمنت هاز اكسبايرد خلاص. غير كده هيقول لي ان هو ما ينفعش يعمل اي اكشن تاني في الحاله دي. طيب ممتاز جدا. طيب لو الحاله عندي دلوقتي اكسبايرد، لو الحاله اللي موجوده عندي في الكود اللي موجود فوق ده كله، لو الحاله اللي موجوده عندي اكسبايرد وانا جيت عملت له سبميت او عملت له ببلش او عملت له ريجكت، هيقبلها معايا، لان انا المفروض في كل الحالات دي كلها اروح اقول له زي ما قلت هنا كده else if لو الستيت عندي اكسبايرد هيجي هنا يقول لي you can't edit an expired document. فلازم ان انا اروح الف على كل الميثودز اللي موجوده عندي اللي هي ببلش والسبميت واللي هي الاديت والريجكت، اروح اضيف الكونديشن ده عشان خاطر ما يقدرش في اي حاله منهم ان هو يحولها من ريجكت او ببلش او اي حاجه يحولها عند الاكسبايرد على طول مباشره. فروحت انا هنا قلت له لو هو اكسبايرد وجاي يخليها ريجكت او جاي اديت او جاي يعمل اي حاجه، لا والله رجع له اكسبشن وقول له ان انت ما تقدرش تعمل كده والحاله بتاعته اكسبايرد. فاحنا كده فهمنا المجمل الورك فلو اللي موجود عندي، والكود اللي موجود اللي فيه اف ايلس بشكل كبير، والكلاس بتاع الدوكيمنت اللي كبر عندي بقى هيوج كلاس، واللخبطه اللي ممكن تحصل بسبب ان انا اضيف بعض الفلوز الجديده على الورك فلو اللي موجود عندي. بعد كده هنيجي نشوف ايه هو الستيت باترن. طيب عشان نعرف ايه هو الستيت باترن خلينا نشوف الديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بتاعه بيقول state is a behavioral design pattern that lets an object alter its behavior when its internal state changes. طب يعني ايه الكلام ده؟ قال لك اول حاجه ان هو behavioral design pattern، وقلنا ان البيهيفيرال ديزاين باترن هو نمط سلوكي بيهتم بتنظيم سلوك الاوبجكتس وطريقه تفاعلهم بشكل منظم عشان خاطر ما يكونش فيه موجود عندي الهاي كابلنج. تمام؟ بعد كده بيقول that lets an object alter its behavior when its internal state changes، يعني بيسمح للكائن انه يغير سلوكه لما حالته الداخليه تتغير وكانه بقى نوع كلاس جديد او نوع كلاس مختلف. طيب عشان خاطر افهم الكلام ده، لو احنا جينا بصينا للصوره اللي موجوده على اليمين، انا عندي هنا دول الثلاثه دول الكائنات اللي موجوده عندي، اللي هو المقاله اللي موجوده، والمقاله عندي هنا بيجي يحط الستيت في مخ مثلا الاوبجكت نفسه او في عقل الاوبجكت نفسه عشان خاطر يقدر من خلال الحاله دي انه يقدر يعمل سلوك مختلف او ينفذ حاجه معينه. زي ما احنا قلنا في الكود اللي احنا شفناه فوق، ان انا اول ما الكود يجي عندي او الكائن يبقى موجود عندي حالته درافت، بيقدر يعمل سبميت، يودي الكود من اللي هو هينشر المقاله، بعد كده يوديها لاندر ريفيو عشان خاطر بعد كده يا اما يوديها لببلش يا اما يرجعها تاني يخليها ريجكتد. فهنا كل حاله من الحالات بتقدر تخلي الاوبجكت نفسه يتصرف تصرفات مختلفه. اما بيبقى درافت ليه تصرف معين، اما بيكون ببلش بيبقى ليه تصرف معين، اما يكون اندر ريفيو بيكون ليه برضه تصرف معين. فهو ده الستيت باترن، ان انا بخلي الاوبجكت بتاعي يتصرف بتصرفات معينه او بتصرفات مختلفه بناء على حالته. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول useful when the object must behave differently based on its current state. قال لك ان هو مفيد جدا لما يكون الاوبجكت لازم يتصرف بشكل مختلف بناء على حالته الحاليه. فهو ده الفايده بتاعت الستيت باترن. فعشان كده احنا هنروح نستخدم الستيت باترن، لان احنا شفنا في الكود اللي فات بدل ما كل شويه اعمل اف والس على الستيت نفسه واخلي الكود بتاعي معقد جدا بالشكل ده، فانا الستيت باترن بيقدم لي حل ان انا اقدر زي ما موجود عندي هنا كده في اليو ام ال، ان انا اقدر اعمل انترفيس. الانترفيس ده اسمه اي ستيت. الاي ستيت ده فيه كل الميثودز اللي موجوده، اللي هو الايديت والسبميت والببلش والريجكت والاكسباير او اي حاله جديده موجوده عندي بحطها في الاي ستيت، وبعد كده بعمل كومبوزيشن مع الدوكيمنت نفسه، واجي اخلي كل ميثود اللي هي السبميت او ايا كان الميثود اللي موجوده عندي اللي هي سبميت او ببلش او ريجكت يروح ينادي بس مباشره يقول له اندرسكور ستيت دوت اديت، فيروح على الكلاسز اللي احنا عملناها تحت هنا. احنا رحنا عملنا لكل حاله او كل ستيت موجود عندنا رحنا عملنا له كلاس جديد اسمه درافت ستيت او اندر ريفيو ستيت. خلينا الكلاسز دي تروح تمبلمنت
الاي ستيت انترفيس، فهينزل عندي في كل حاله منهم اللي هو السبميت والببلش والريجكت، هينزل عندي الحالات دي في كل واحده فيهم. فانا من خلال الميثودز اللي جات لي من الاي ستيت اقدر والله انفذ السبميت على مستوى الدرافت، لكن الببلش والريجكت ارجع ثرو اكسبشن ان انا ما اقدرش انفذ الحالات دي في الحاله بتاعت الدرافت. انا كل اللي انا اقدر اعمله اقدر اعمل السبميت بس. فانا هنا قدرت ان انا اتحكم على مستوى الكلاسز نفسها. وجيت برضو في الاندر ريفيو جيت قلت والله ان انا اللي انا اقدر اعمله في الاندر ريفيو اقدر ان انا اعمل ريجكت، وان انا اقدر ان انا اعمل ببلش، لكن ما اقدرش ان انا اعمل سبميت. ونفس الكلام في الببلش ستيت. فكل حاله منهم نزلتها في كلاس وخليت امبلمنت من الاي ستيت نفسه، وبعد كده خليت الكلاس اللي هو الاساسي عندي الدوكيمنت او الارتكل كلاس اللي هو بتاع المقاله، كل اللي بيعمله بس بيستخدم الكومبوزيشن بتاع الاي ستيت انترفيس، وكل اللي بيعمله بيجي في السبميت يجي يقول له اندرسكور ستيت دوت اديت مثلا ان انا اعمل تشينج بس للستيت. لكن كل ستيت منهم معروفه ايه اللي تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله بناء على الاكشن او بناء على السلوك اللي مطلوب منها. فهو ده الستيت باترن. وعشان خاطر ما نطولش وقت الفيديو اكتر من كده، ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح الكود العملي بشكل كامل عشان خاطر توضح للناس بشكل اكبر. ان شاء الله اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.